الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتمنى كتشاهدوا هذا الفيديو وفي صحة جيدة وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال نتوما والعائلة ديالكم. جيت لكم اليوم بغيت نعاود لكم واحد القصة. وحدة من السيدات اللي شرفتني باش نرافقها في رحلة الشفاء ديالها. القصة ديالها كتعكس بزاف ديال النساء اللي كيتخلط عليهم الخوف مع التشنج المهبلي وكيضيعوا شهور وحتى سنوات وهم ما عارفينش راسهم فين. هاد السيدة كانت عروس في العشرينات من عمرها، تزوجات وفرحات وكانت كتحلم تعيش حياتها الزوجية بحال أي وحدة، ولكن من أول ليلة صدمتها تجربة ما كانتش متوقعة. ملي حاول رجلها يقرب جسمها شد بطريقة ما قدرتش تتحكم فيها وبدا الآلام بحال شي نار. هي في هذيك اللحظة قالت مع راسها أنا غير خايفة غدا نكون بخير، ومن ثم بدات كتقنع راسها أن السبب هو الخوف فقط. كل مرة كتقول غير توتر نفسي، ولكن المشكل ما تحلش، بالعكس كتقول غير توتر غير نفسية، ولكن المشكل ما تحلش، بالعكس كل محاولة كتزيد في توتر وضغط. رجلها كان يحاول يفهم ويساند، ولكن مع الوقت بدا يحس بالإحباط، وهي من الداخل كانت كتحس بالذنب وكتقول يمكن أنا السبب فشل علاقتنا. تصوروا معاها بقات عام كامل وهي عايشة في دوامة، مرة كتحاول، مرة كتعتذر، مرة كتقول غدا نقدر، وكانت كتعيش جوج مشاعر قاسحين. من جهة حب كبير لزوجها ورغبة حقيقية في العلاقة، ومن جهة أخرى جسمها كيرفض بلا إرادتها. ملي وصلت لعندي أول حاجة قلت لها هي قلت لها ماشي كل مشكل في العلاقة الزوجية سبب الخوف، كاين فرق كبير بين الخوف والتشنج المهبلي. شرحت لها أن الخوف كيجي من الدماغ، فكرة أو صورة كتخلع، ولكن التشنج المهبلي هو رد فعل لا إرادي من العضلات، بحال الباب اللي كيسد راسو بوحدو. كانت المفاجأة كبيرة لها ملي عرفت الحقيقة، هي ماشي مجرد خايفة ولكن فعلا عندها تشنج مهبلي. منين فهمات بقات تبكي وقالت يعني ماشي أنا ضعيفة ولا فاشلة، هادشي خارج عن إرادتي. ومني هنا بدينا رحلة العلاج. عطيتها حصص عملية، تدريبات تدريجية في جو آمن وبلا ضغط، وزدت عنتها نفسيا. ومع الاستمرارية والالتزام في 5 أيام فقط، هاد السيدة قدرات تدوز من مرحلة المستحيل لمرحلة الحمد لله. العلاقة تمت بنجاح وبلا ألم. اللي كنهضر معاها كتقول أكبر خطأ درتو أنني بقيت نقول أنا غير خايفة وضيعت عام من حياتي، وأن الغلط في راسي. الحمد لله كنت محظوظة، لقيت المساعدة ديالك، واليوم أنا عايشة حياتي الزوجية طبيعية. شكرا الكوتش فاطمة الزهراء على المساندة ديالك وعلى الوقفة ديالك معايا. هاد القصة اللي عاودت لكم من لسان الأخت اللي عالجت، اللي كتشوفوا الميساج ديالها في الفيديو، وكي كتعاود هي القصة كتابة أنا سردتها لكم كيف كتعاودها هي. الخلاصة ما تبقيش تحكمي على راسك بوحدك. الا ما عرفتيش واش عندك خوف ولا تشنج مهبلي، خاصك تشخيص صحيح. راه الحل موجود وبجوج الحالات، ولكن التشخيص الصحيح هو اول خطوة للشفاء. اي استفسار حول موضوع التشنج المهبلي او لاخذ الموعد حول العلاج، المرجو تدخلوا للوصف وتهزوا النمرة وتدخلوا عندي باش تاخذوا اول حصة ديال العلاج. دمتم بخير عزيزاتي.